في هذا اليوم هذا الذي يشهد المغرب فتحا على مستوى السوفت باور وليماج ديالته في الاردن، اللي اصلا العلاقات الاردنيه المغربيه راه يعني كانت دائما طوب، ولكن دابا غازات ترسخات. في هذا الوقت اليوم كيخرج لنا واحد الصحفي من اشهر الصحفيين الطنازين في المنطقه ديال الشرق الاوسط، سميتو جو شو من طنازين، طناز رقم 2. هذاك الاول ما بقاش كيدير الطنز، هذاك اللي مشى لكندا هذاك المصري، دابا جو شو هو رقم 2. هذا الجو شو ابن عمي خرج وبين لمختلف الدول العربيه ولكاع الجماهير نتاعو الكوارث والفضائع التي اشتكى منها متأخرا بالأمس وزير الاتصال لديه، بعد أن صارت فضائحهم كما قلت سابقا بجلاجل وكلاكل وداك القاف وبلابل وعلاعل وقعل وزلازل، مهم تزلزلات الصورة نتاع ليماج نتاع l'Algérien. L'Algérien est devenu à l'échelle arabe ou à l'échelle internationale مدعاة للطمز والسخرية والضحك، لا تراجي كوميدي كما سمى هذاك المستشار نتاع المستشار غير يموت سامي، موت بالفقصه ما عندي ما ندير لك اش انا ماشي مطلوب مني نداويك، انت خصك تموت بالفقصه، لان الصوره نتاع بلادك شوهتيها، سمعت؟ لانك متعود كتسب في التعليقات وتسحب لك راه التعليقات نتاع تيك توك، داكشي اللي كديرو غديرو غتصورك الكاميرا وغتشدك، وملي كتشدك الكاميرا كتولي فضيحتك عالميه، وملي كتكون في بلاطو بنفس العقليه ديال هذا التعليق اللي كتبتيه دابا كيجي جو شو وكيفضحك، وكيجي هذاك بيير مينيس في فرنسا كيفضحك في فرنسا، وكيجي داك المدير الفني نتاع اللي كان فرنساوي اللي كان عندكم البلج اللي كان عندكم في سميتو في الجزائر كيفضحك في بلجيكا. يعني الفضائح صارت. تحية الجزائر، تحية الجزائر، نعم تحية الجزائر، ولكن إلا كانت بحال هذه الحياة فهي حياة كلها أوسخ. اش غدير؟ ما مربيينش